السلام عليكم. درس اليوم ان شاء الله راح نحاولوا نصمموا فصاله. راح نصمموا فصاله تاع صدر على كل حال. الفصاله هذه مش راح نطبقوها، راح نفصلوا عليها، ولكن تساعدنا في الرسم باش تعطيك واحد السلاسه في الشغل وتعطيك واحد النظره مليحه للموتيف اللي راح تخدمه. يعني هي مليحه للنظره وللتصور كيفاش راح يخرج الموتيف، لانه بزاف اللي مثلا يرسم الصدر بصح في المخيله تاعو ما على بالوش كيفاش راح يجي في الجبه، ما على بالوش اسكو الصدر هذاك صغير بزاف، اسكو كبير بزاف، اسكو راح يعمر الصدر مليح، اسكو راح يبقاو فراغات، اسكو يقدر يزيد موتيف واحد اخر مع الصدر. ولهذا لازم نصمموا فصاله ونخليوها معنا. الفصاله هذيك نصمموا فصاله وحده ونخدموا عليها دائما، والفصاله هذيك تكون ستوندار، ما تكونش سبيسيال تاع جبه معينه. لازم هذيك الفصاله تكون ستوندار نفصلوها ونخدموا عليها الطرز تاعنا باش تعطينا نظره يعني كيفاش راح يخرج التصميم قبل ما نطبقوه على الماشينه. قبل هذه طلب صغير، ما تنساوش تدعمونا، اجباري وليس اختياري. دعمونا في الانستغرام باسكو كان عندي انستغرام قديم وغلقوه، تغلق ما قدرش نرجعه على كل حال، ولهذا فتحت انستغرام جديد، يعني فضلا وليس امرا. دعمونا في الانستغرام وبارك الله فيكم. نبداو الفصاله تاعنا. شوفوا الفصاله انا عندي على كل حال صوره جبتها من بينترست. جيبوا اي صوره تاع فصاله، ما تكونش فصاله سبيسيال، ما تكونش يعني مزوقه بزاف، يعني تكون فصاله ستوندار كيما هذه. شوفوا اولا نعينوا الصفر الافقي، عفوا العمودي، ونعينوا الصفر الافقي هكذا. نكبروا الصوره. شوفوا هي في الغالب الطول تاع الجبه، الطول تاع اي جبه يعني ستوندار، نحكيو ستوندار، يكون بين المتر و40 حتى المتر و50. على كل حال راح نديروه متر و50. شوفوا هنايا نكبر الصوره حتى تلحق متر و50. قيسوها. فوالا متر و46 ما عليهاش. نجيبوا الصوره تاعنا هذه، حنا راح نصمو غير نص الصوره برك، نص يعني، والنص الثاني نقلبوه. دوك تشوفوا واش راني نهضر، باسكو كاين اللي ما بالك مازال ما فهمش وين راني راح، وين حاب نوصل. دوك تشوفوا واش حاب نوصل. قلنا عندنا الصوره هذه انا جبتها من بينترست، وتقدر يعني اللي يقدر يرسم يعني بلا ما تجيب صوره من المخيله تاعك يخدم حاجه. شوفوا عندنا الصفر هنايا. في الغالب العرض تاع الكتاف من الفوق يكون 40، يعني هو كاين اللي اكثر من 40، كاين اللي اقل من 40. دوك انا راح نحددها 40، ما نفوتش 40. انا مش راح نفوت 40. شوفوا هنا راهي فايته، بصح انا ما نفوتهاش. شوفوا كيفاش نبدا نخدموا نص. نجيو هنا للديجيتايز اوبن هذه، نديروا مثلا درزه الران هذه، نجيو نمشيو بها، نجيو للصفر نمشيو كي نوصلوا هنا مثلا نميلوها شويه، باسكو الفصاله في الغالب ما تكونش يعني جايه شغل خط مستقيم من الفوق، تكون شويه مايله. والله نميلوها من الاساس من الاول، بعد نميلوها هكا شويه، ومن بعد نخدموا الفتحه تاع الجيرو. شوفوا راني نخدم ابوبري الفصاله، شغل راني هزها ابوبري برك، ماشي زعما راح نفصلها في الواقع صح. هنايا نجيو نميلو قوس عادي، كنا نخدموا ابوبري برك، قوس عادي. نجيو هنايا ونجيو النقطه هذه صح. دوك انا هذه الصوره ما عندي ما ندير بها حاليا، وتقدر ترسم بلا صوره. اللي عنده في المخيله قادر، انني قادر نرسمها بلا صوره، ولكن درت الصوره باش تفهموا برك واش راني حاب نقصد. قلنا هنا ما نفوتوش ل 40 سنتيم اللي هي نص، حنا غادي نخدموا نص معناتها 20. نديروا 20. شوفوا هنا نعاودوا نكسروها شويه، نعدلوها مليح. شوفوا كاينه عفسه نديرها هنايا، دوك تعرفوا علاش درتها. ونجيو هنايا نهبطوها شويه هك، ما راح نرسم نص بركه. هادي نحطوها هنا في النص. نورمالمون دوكا راهي واجده تاعنا. غادي نجيبوها، يعني شوفوا اللي عنده قياسات تاع جبه ستوندار، اللي عنده قياسات يحطهم. يعني العرض تاع هذه شحال مثلا هنايا، شحال خرجت لي 46 تخرج لي 90 بزاف، نقص فيها شويه.
غادي ندخل هذا الخصر يعني يدخل شويه هنايا. على كل حال يعني ابيبري الصوره الفصاله راهي ابيبري برك. بون هذا عندنا نص فصاله هنايا. نجيو نقلبوها كونترول دي نقلبوها منه. نجيو لموقع اكس نديرو ناقص اوكي تجيني الجهه الدوزيام. وعندنا هذه نقطوها شويه زياده. غادي نهبطوها شويه نعاودوها كونترول دي نقلبوها موقع اكس هذا نديرو ناقص موافق. نكليكيو عليهم في زوج. شوفوا نكليكيو عليهم في زوج ونديرهم تلحيم اللي هي ويلد. هذه هنا الاولى بعد هاي الاولى هنايا ندير لهم تلحيم باش يوليو قطعه واحده. نحيو هذه. بون البدايه هذه ما تهمكش لانه راح نحولوها على كل حال. بون على كل حال عندنا الفصاله هذه هي الفصاله تاعنا. هذا هو الشكل. دوك نحولوها للفيكتور. هاي فيكتور فايل هنايا نحولوها للفيكتور نبينوها. هذه هي الفصاله تاعنا فيكتور. وعلاش درنا الفصاله هذه؟ دوك نحط عليها رشمه باش تفهموا علاش درت الفصاله هذه. بدلوا لها اللون مثلا في اللون الاسود. دوك تعرفوا علاش درنا الفصاله هذه. بون هنايا جبت هنا جبت تصميم رشمه. على كل حال ماشي انا اللي خدمتها هذه. نجيبو تصميم نحطوه هنايا التصميم هذاك صفر صح. هذه واش تخليكم تعرفوا يعني علاش ديروا هذه الفصاله. علاش ديروها بالطريقه هذه باش تعطيكم واحد المخيله ما تعيو راسكم ما والو. يعني هكذا تعرف الصدر تاعك كيفاش راح يجي في الفصاله كيفاش راح يجي في الجبه هذيك. خاصه اذا كانت الفصاله ستوندار يعني تاع جبه عادي ولا تاع قفطان مثلا. كي تكون الفصاله ماهيش سبيسيال لعبد معين ولا حسب طلب الزبون بالك تكون فيها شويه خلوطه. ولكن لما تكون الفصاله ستوندار خاصه في الجبه يعني نستعملها بزاف في الجبه. لما تحط عفوا الرشمه بالطريقه هذه هنا راك صاي راك فهمت الرشمه تاعك كيفاش راح تجي. فهمتوا فهمت شحال يبقى لك الفيد منه ومنه. فهمت يعني كي تبعد الصور هكذا على بالك كيفاش راح تخرج. يعني حتى وجبنا رشمه واحده اخرى. هنايا جبت رشمه واحده اخرى نحيو هذه نحط الرشمه هذه نحيو الصفر هنايا نحطوها في الوسط. هنا نخليو حق الخياطه مثلا تبقى هنايا شويه سنتيم ولا سنتيم ونص. وهذه الفتحه علاش درت انا الفتحه باش تبان يعني الرقبه يعني باش تبان باللي الوسط تاع الرقبه يبان لكم. انا كنت قادر نخليها ديريكت هكا نخليها هكا مباشره ولكن هذه احسن باش يبان النص تاع الرقبه هنايا. شوفوا السطر كيفاش راح يجي يعني هكذا بالطريقه هذه راح تعرفوا الرقبه وين تجي. تعرفوا المسافه اللي بقات لكم هنايا شحال بقى لكم المسافه. اسكو راهي قريبه بزاف للخياطه اسكو جايه يعني هنايا كي نزيدو نحيو حنا سنتيم ونص ولا سنتيم ولا سنتيم ونص هكا تاع خياطه يعني تجينا الصدر مالي الرقبه كومبلي. فهمتوا يعني تجي الرشمه هذه ماليه الصدر كومبلي. هذه الرشمه على هذه قلنا باللي تساعد بزاف هذه الطريقه. ولا كان عندكم فصاله واحده اخرى يعني مثلا عندكم فصاله تاع كراكوت شوفوا تصلح مام في لي مونش. يعني الا عندكم فصاله تاع لي مونش ثاني ديروا كريو الفصاله تاع لي مونش هكا باش كي تخدموا مونش وتشوفوا مع هذيك الصوره تاع المونش ولا تاع الصدر ولا تاع الظهر ثاني كيف تعرفوا مباشره كيفاش يخرج. يعني على بالكم كاين ناس بزاف ما يقدرش يتصور الرشمه كيفاش راح تخرج حتى تخدم قدامه. ما يقدرش يتصورها زعما شغل يصممها مثلا والله يبعثها له المصمم كي يحطها عنده في البرنامج ولا في الماشينه ما يقدرش يتخيلها. ما على بالوش اسكو صغيره كبيره كذا ما يقدرش يتخيل. على هذه بالطريقه هذه خاصه لما نعطيوها صوره. شوفوا كي تجيو ديروا صوره مثلا الصوره هذه خدمتوها للزبون راح تنعتوها له كيفاش راح تخرج مع الفصاله. هذا اللون نقدروا نبدلوه يعني كي تحب اللون تاع القماش الا عندك لون تاع قماش معين تقدر تبدلوه عادي. فهمتوا تقدر تبدلها عادي كيما هنا مثلا خليوها هكذا. الرشمه باينه كلش باين. شوف
مثلا راح نتبعتوها للزبون باش يشوفها كيفاش خرجت، وحتى وفيها موتيف واحد اخرى، حتى وعندكم موتيف هنايا زيدوا اي حاجه حطوها في داخل الفصاله. تجيو هنا الملف هنايا تكليكيو، شوفوا التقاط صوره للتصميم، والثانيه التقاط صوره عاليه الدقه. تفكروا مليح قبل ما نحكيو على هادو، عندنا زوج طرق اللي نديرو بهم كابتور للرشمه باش نبعثوها للزبون. صح، قبل ما نحكيو على هادو شوفوا حاجه، هذا راهو فيكتور، هذا ما ديروش بالطرز. تبعوا مليح علاش ما نديروش بالطرز، ديروه فيكتور، لانه الماشينه البرنامج التصميم ولا الماشينه والفيكتور عامه ما فيهش غرزات. الفيكتور ماهوش غرزات، الفيكتور راهو خط مستمر ولا مساحه كي مغلوقه كيما هذه، هذا هو الفيكتور. يعني هنا ما يقرالش غرزات. دوك لو كان انا نحي الرشمه هنا خرج لي صفر، ما كاينش رشمات، ما كاينش غرزات عفوا، باسكو هذا ماهوش غرز. صح، هذا ما ديروش طرز، يعني ممكن تغلطوا وديروه طرز كيما هكا. صح، ديروه طرز كيما هذا راهو طرز. شوفوا هنا شحال خرج لي 600,000 غرزه، يعني تقريبا فايته نص مليون غرزه. في الحاله هذه راح يبلوكي لكم البرنامج يبلوكي يولي ثقيل، لانه راهو هز نص مليون غرزه. على هذه ما ديروهش طرز، ديروه فيكتور. بدلوا له اللون، فوالا اللون هذا باهي. صح، قلنا بلي ما نديروهش طرز، نديروه فيكتور باش ما يكونش فيه غرز، يعني يكون الغرز صافي غير تاع الرشمه. كيما هنا عندي 59114، هذه راهي تصدر برك. كي نجيو نديرو كابتور هنا، علاش كاين زوج وعلاش كاين فرق بيناتهم؟ شوفوا اي حاجه خادمها بالفيكتور، دوكا راني نحكي سواء في صاله ولا اي حاجه خادمها بفيكتور، وانت حاب دير كابتور وحاب الفيكتور هذاك يخرج، حاب تشوفوا الفيكتور هذاك، كليكي هنايا ودير التقاط صوره للتصميم وصاي، هادي يخرج لك الفيكتور ويخرج لك الطرز وتخرج اي حاجه. يعني في الكابتور هذاك، الكابتور هي لقطه شاشه، كي دير لقطه شاشه باش تبعثها للزبون، هذه الفصاله تخرج. كي دير هذه الاولى التقاط صوره للتصميم، بينما لو كان دير هذه الدوزيام التقاط صوره عاليه الدقه راهو يخرج غير الطرز. كي تبعثها للسيد هذا او للزبون عامه راهو يشوف، ما يشوفش الفصاله هذه الفيكتور، ما يشوفهاش. عندك رشمه وحدها هكا حاب تبعثها للزبون وبكاليتي طالعه، تجي هنايا كليكي التقاط صوري عاليه الدقه، تجي هنا تغير الدقه. بون 600 هي الكبيره خلاص، هي في الغالب 180 200 تخرج كاليتي شابه بزاف. هذه 180 200، وكل ما تزيدو هنا يزيد الرقم هذا، فهمتوا؟ وكي تبعتوها شوفوا دوك مثلا ندير هنا 200، نزيدو لها نديروها 300 شحال من بيكسل خرج لي فيها؟ 4185. نديرو موافق، تخرج لي وين نريجيستريها. صح، نجيو هنا نديرو سطح المكتب، هنا نسميوها مثلا نديروها 40. هنا صيغه الملف اللي هي PNG، موافق. تبعوا مليح، نخرجوا نروحوا. هاي الصوره، هذه هي الصوره تاعنا، هاي PNG. قراو المعلومات تاع الصوره PNG. شوفوا الحجم تاعها شحال، 16.6 ميجا بايت، راهي كبيره بزاف. وكي تجيو تبعتوها لواحد يعني باش تخرج بكاليتي يعني خرافيه، ابعتوها له في صيغه مستند، ما تبعتوهاش صوره. كي تدخلوا مثلا واتساب ولا تيليجرام ولا، ما تبعتوهاش صوره. اذا بعتوها صوره راح تروح صوره عاديه، الكاليتي ناقصه تاع اي فوتو عادي. بصح كي تحبوا تبعتوها بكاليتي طالعه بزاف، ابعتوها في صيغه ملف ولا مستند، ابعتوها مستند، تروح فيشي ما تروحش صوره. فهمتوا؟ يعني شوفوا هنايا راني درت لها صوره عاديه، يعني التقاط صوره عاليه الدقه. هنا صوره، عفوا هاي هنايا. في الحاله هذيك ما يخرج لكش الفيكتور. واذا حاب يخرج لك الفيكتور هنايا هكذا، اذا حاب يخرج التصميم هذا نكليكيو عليه هنايا، نديرو التقاط صوره للتصميم، هكذا يخرج الفيكتور، تخرج اي حاجه. هنا ما نمسوش فيها، نديرو حجم حقيقي، حفظ كلش نخليوه كيما راهو. موافق، يخرج لي هنايا نديروها 41 PNG، موافق. صح، نخرجوا هنايا
شوف هذه درتها، يعني اللي درتها يعني بالطريقة هذه، التقاط صورة عالية الدقة. بون نعاودها لكم هنايا، نرجعوا الفيكتور، شوف، ونجيو هنا نسيبريميو هذه رانا درناها بالتقاط صورة للتصميم وخلاص، يخرج لي الفيكتور، يبان هنا، يبان الفيكتور. هاني رجعت الفيكتور هنايا، راح ندير لها حاجة خلاف، راح ندير لها هذه التقاط صورة عالية الدقة. دوك كي ندير التقاط صورة عالية الدقة ما يخرجليش الفيكتور، هذه ما تقراش الفيكتور. يعني فهمتوا كي تحب تبعت كابتور به بالفيكتور بأي حاجة، دير هذه الأولى. إذا حبيت تبعتو بكاليتي طالعة بصح الفيكتور راه ما كانش، واش هو الكاليتي طالعة، دير بالطريقة الثانية. دوك راني درتو فيكتور هنا، بينت الفيكتور، نكليكي الدقة هاو درناها هنايا، شوفوا هنا خرج لي بزاف، هذه راح تخرج لي بزاف الكاليتي تاعها طالعة، نديروها 180. دوك ندير موافق وندير حفظ في سطح المكتب، كي نروح سطح المكتب ما نلقاش الفيكتور، باسكو هنا شوفي الأولى تخير الدقة، عفوا تخير الفيكتور وكل شيء، التفاصيل تاع الرشمة كامل. هذه التقاط صورة عالية الدقة ما يخرج الفيكتور، يخرج لك غير الطرز. موافق، نجيو هنا نديرو 40 موافق، نخرجوا. هاي الصورة تاعنا، شوفوا كيفاش جات الصورة. الفيكتور راهو كاين في الحقيقة، هو كاين، شوفوا كيفاش خرجت صغيرة، باسكو قرا لي الفيكتور بصح ما يبانش، ما تقدرش تشوفو، حتى وتبعتها له التليفون ما يقدرش يشوفو، تبعتها بكاليتي طالعة نفس الشيء ما يقدرش يشوفو. بصح هذه الدوزيام شو كي نكليكي عليها يبان الفيكتور عادي، هاو بان هكذا، تبعتها له يحطها في البي سي ولا في التليفون يشوف الفيكتور عادي. نعاود نشرحها لكم بخفيف، يعني حاب تبعت بالدقة تاعها، عفوا الدقة تاعها تكون عادية وبصح التفاصيل كلشي يخرج، بعت هذه الأولى التقاط صورة للتصميم، هذه يخرج التفاصيل، يخرج الفيكتور، يخرج أي حاجة تخرج هنايا، بصح الدقة تكون عادية يعني مقبولة، ماشي زعما فاسدة، مقبولة. إذا حاب تبعتها بكاليتي طالعة بزاف بصح الفيكتور ما يخرج، ابعتها بهذه الدوزيام هذه هنايا. يعني إذا ما كنتش راسم الفيكتور خلاص في التصميم تاعك دير الدوزيام. إذا كان عندك الفيكتور وعندك فصالة كيما هذه ولازم تبينها وكذا، دير هذه الطريقة الأولى. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تدعمونا في الانستغرام، الرابط راح نحطه في صندوق الوصف، والسلام عليكم.